الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه بيحكي وبيقول: كنت راجع بيتي قبل المغرب بساعة كده في يوم من أيام رمضان، لقيت واحد غلبان من اللي بيحضروا دروسي في الجامع وقفني وقال لي بلهفة: استحلفك بالله يا مولانا تفطر عندي النهاردة. بيقول الشعراوي: كلماته مسكت لساني ولهفته دخلت قلبي، لدرجة إن لقيت نفسي ماشي وراه من غير ما أفكر، لا عارف هو ساكن فين ولا ظروفه إيه. لما وصلنا لقيت بيته عبارة عن أوضة ومطبخ صغنن في ناء على سطح قديم، والدرج خشب تعبان يصرخ من كتر الفقر والإدم. الراجل كان طاير من الفرح يقول لي: بص يا مولانا، البيت ده ملكي الحمد لله، مفيش حد ليه عندي قرش، الشمس بتطلع على اوضتي وتغرب من الناحيه التانيه، هنا بقرا قرآن الفجر والمغرب، ومراتي بتقعد عند الشباك تدعي لي. والله يا مولانا حاسس اني ساكن في الجنه. بيقول الشيخ: وانا طالع السلم بهدوء عشان ما اقعش، سمعت صوته بيقول لمراته: جهزي الفطار، الشيخ هيفطر عندنا. ردت الست: يا راجل ما عندناش غير شويه فول ولسه نص ساعه على الاذان، حتى لو في اكل الوقت مش هيكفي. بيقول الشيخ: سمعت الحوار كله، ولما جه الراجل قلت له: بص يا اخي، انا ليا شرط، انا بفطر على ميه وتمر وبعد نص ساعه باكل، واحب الفول المدمس والبطاطس. الراجل فرح وقال لي: امرك يا مولانا. وفعلا فطرت عنده شويه تمر وميه وبعدها الفول والبطاطس، وخرجت من عندهم وانا مليان سعاده وقلبي منشرح من الراجل اللي كل كلمه في لسانه كانت شكر وحمد لربنا على بيته وعيشته. بعد ايام اتعزمت عند تاجر غني في مزرعه اشبه بالقصر، فيها كل اللي نفسك فيه، خيل وحمام سباحه، اكل فخم. فطرنا وبعدها التاجر خدني على جنبه وقال لي: الحياه ضيقه، التجاره متعبه، عيالي مش مريحيني، مراتي طباعها صعبه، الناس كلها طمعانه فيا، زهقت من الدنيا ونفسي اموت. بيقول الشيخ: من باب بيته لحد ما ركبت عربيتي الدنيا اسودت في عيني من كلامه، قلبي اتقبض. رفعت عيني للسماء وقلت في سري: الحمد لله على نعمه الرضا. السعاده مش في فلوس كتير ولا قصور، السعاده ان قلبك يبقى متصل بربنا وراضي بنصيبه. رحم الله الشيخ الشعراوي.